ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان انا عايزه اقولكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انت اخرت عليكم في الفيديوهات، بس لاحظوا ان انا بجمع لكم فيديوهات حلوه. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى الروتين بتاعنا والترويق قبل رمضان، ونفرش حاجه رمضان ان شاء الله. قولوا امين. قولوا ربنا تجعلها ايام خير وسعد والهنا على قلوبنا كلنا يا رب. يا رب ويسعدنا ويريح قلبنا، ورمضان جاي بخيره وبحاجاته الحلوة وربنا يوفقكم. تعالوا بقى اما اقول لكم انا طلعت الحاجات بتاعه رمضان بتاعه السنه اللي فاتت. انا كنت نسيت خالص. حاضر يا حبيبي. عايز تجيب بوكي كمان؟ ده انا لسه هوريكم في اخر الفيديو مهيا جاله ايه. بس تعالوا يلا بصوا بقى. عندي خدادات كتير قوي. ما شاء الله عندي يجي 8. وبصوا ده مفرش اهو، بس ايه هشيله عشان اغسله. انما بصوا ركزوا معايا، دي حاجات السنه اللي فاتت. ماشي، اللي هو الخداديات دي حاجات السنه اللي فاتت. طبعا ايه ما كنتش بعمل معاكم فيديوهات، فان شاء الله كل حاجه هنفرشها وهوريها لكم. انا حبيت اوريكم الاشكال دي. كان في منها ب10 وب15، ده السنه اللي فاتت. دلوقتي بقيت ب20 وب25 وب30. ودي كنت جايباها ب25 جنيه السنه اللي فاتت برضو. كل دول. ثواني هوريكم بقية الحاجة. ده مفرش اهو للتلاجة. وده كمان كان مفارش كنت جايباها للتلاجة، فقصيتها كده انا هستخدمها في حاجات تانية يعني. حاول نطلع بره عشان مهيئ. خليكم بس معايا. بصوا بقى يا جماعة، انا عايزة اقول لكم بس على حاجة. صلى على النبي في قلبكم كده. لا ما حصلش حاجة خالص. انا بس ايه خلي التليفون بعيد عني شوية عشان اعرف اسجل لكم. المهم كل الحاجات المفارش اللي موجودة معانا دي كانت مفارش السنة اللي فاتت، ده مقطوع تقريبا. فاحنا ايه ممكن محتاجهوش. ودي زينة برضو، وده مفارش. بصوا كل ده هفرشه معاكم وهتشوفوا احنا هنعمل بايه. انا بس حبيت اوريكم الحاجات اللي موجوده من السنه اللي فاتت والحاجات اللي احنا اشتريناها جديد. بصي دي مخده جايباها جديده، وجبت 3. جبت 3 غير اللي انا هحط لهم المخدات اللي هم ايه بتوع الصالون بس. واحنا بنروق هفرش لكم كل حاجه بعد ما نخلص الترويق كله. تعالي هاي. ايه رايك كده في الفانوس؟ حلو يا حبيبي. اقعدي جنبي كتكوت. قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا صحابي. مش مشكله. ده مفرش برضو كنت شارياه في امبارح، اللي هو كان يوم الخميس. ده فيديو الجمعه، بس انا بمنتجه يوم الحد. معلش والله العظيم على ما جمعت لكم فيديو حلو. جبت المفرش ده كان تقريبا ب35 جنيه. جبت 3 عشان افرشهم. طبعا هتلاقوا كل حاجة مختلفة، بس انا وانا بفرش هظبط لكم الدنيا كلها وهوريكم فعلا الحاجات الحلوة عاملة ازاي. الفانوس طبعا انتوا شفتوه. هي دي كل حاجة رمضان اللي موجودة عندي. ابو مهاد كان جايب لي الفانوس اللي هو الاسمر اللي انا طلعته لكم في اول الفيديو ده. كان جايبه لي السنة اللي فاتت وانا احتفظت بيه عشان احطه للديكور. وجبت ايه تاني يا سارة؟ جبت ايه تاني؟ بصوا كل حاجة في الفيديو مش هيبان بقى لما نفرش، بس انا حبيت اوريكم ايه لقطة كده. دي طبعا كانت عندي. اللهم بارك هذا البيت. وده شفشق اهون بالكوبايات والصينية والبتاع بتاع المناديل. ودي المبخرة اللي انا عملتها. كل الحاجات دي هنحطها مع بعض وهوريكم كل حاجة وهي مفروشة. خلاص. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يطلعنا منها مجبورين الخاطر. وطبعا يا جماعة انا دخلت بقى ايه فرست زبدة على سمنة، وفرست سمنة لوحدها وزبدة لوحدها، وعملت هرسة الشطة. هرسة الشطة بتعمليها ازاي يا سارة؟ اضربيها في الكبة وحطي عليها ملح وزيت، وحطي على وشها زيت وحطيها في التلاجة. صدقيني حاجة تانية. دي بقى الزبدة على سمنة، دول 2 على بعض، بس ايه زبدة صفرة وسمنة صفرة، فعملت اللون ده. تعالوا بقى بصوا الفانوس القمر ده. بصوا مهيد مش هيسيبه في حاله، مش هيسيبه والله. بس جميل جميل جميل. مهيد جاله 3 فوانيس في الاسبوع. عايزه اقول لكم كله اتدغدغ. فانوس ومان ووحوي يا وحوي وضفار وحاجات كتير والله. بس هقول ايه بقى، يلا تعالوا بقى ايه
البفتيك ابو مهاد جاب لنا البفتيك واللحمه المفرومه. تعالوا بقى ايه نحطهم في التلاج في الفريزر، بس نظبطهم الاول. ماشي. اللهم صل عليك يا نبي، عليه افضل الصلاه والسلام. انا طبعا يا جماعه ايه كنت ناويه اعمل الكفته واحطها في اطباق كده، لا بس قلت لا، خلينا اعمل كل حاجه بساعتها كده في وقتها احسن. قسمت البفتيك وقسمت اللحمة المفرومة. طبعا انا عندي لحمة مفرومة تانية وعندي فراخ في الفريزر، بس لسه ايه ان شاء الله ان شاء الله بأمرك انت يا رب هنروح عند ماما نجيب الفراخ بتاعتنا ونوضبها ونتبلها ونحطها في الاطباق، وهعمل لكم فيديو باللقطة دي خلاص، عشان تعرفوا ان انا كل حاجة بشاركها معاكم، محدش يقول لي انت ما عملتيش كذا ليه وما عملتيش كذا ليه. ان شاء الله اللي هو يوم الاثنين ام عبده هتيجي تساعدنا ونروق سوا. ام عبده دي ست زي السكر، بحبها قوي. جدعة ومحترمة وبتحبني جدا وهي انا مش بقول عليها غير ان هي زي يعني هي زي امي، هي ست كبيرة مش صغيرة بجد بجد. طيبة وجدعة قوي وحنينة وبتحبني. فهي هنروق الدنيا سوا ونظبط الدنيا كلها مع بعض ونخلص الشقة كلها تنفيض بقى وتلميع وعفش وكله، علشان ايه هيبقى اللهم صل عليك يا نبي هنقلب القلبة دي تاني قبل رمضان قبل العيد. فقلبة رمضان دي مش هنعملها دلوقتي بقى، بس انا هعملها دلوقتي ليه؟ عشان اما يجي علينا الفترة بتاعت رمضان ودخلة العيد ما يبقاش الضغط علينا كبير. فاهميني يا جماعة؟ انتوا اكيد فاهمين حاجة زي دي. بس فكل سنة وانتوا طيبين. ربنا يكبر بخاطركم، جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، اللهم أمين. قولوا أمين. ويصلح حالكم ويصلح حالنا احنا كمان ويرضيكم ويرضينا. طبعا والله يا جماعة الواحد على قد ما بيقدر بحاول ان انا اجمع لكم فيديوهات. ممكن اكون قايمة متأخر ملحقش اصور لكم فيديو، ملحقش اقول لكم انا عايزة اعمل ايه، فبضطر افتح لايف. فغصب عني اوعى حد يزعل مني. انتوا طبعا عارفين ان انتوا يعني تشجيعكم ده على دماغي، وان انتوا بتشجعونا وتدعمونا دي حاجة بجد بجد شرف ليا. بحبكم جدا جدا جدا. كل المتابعين اللي بتتفرج عليا وبتدعي لي دي انا بجد يعني مش عارفة اقول لكم ايه ولا اشكركم ازاي. وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة واشتراكاتكم والناس اللي بتقدرني دي بجد بجد ربنا يصلح حالكم. انا خلصت بقى ايه الحاجة واحطها في الفريزر. عايزة اقول لكم الجو في متغمرة حاجة تانية حاجة تانية فعلا. طول ما انتي ماشية شايفة شوارع منورة الوان حلوة وحاجات مختلفة وناس مبسوطة قوي. على قد ما هو رمضان السنة دي ليه يعني ناس كتير قوي مفرقانة فيه، وربنا يرحمهم ويغفر لهم وينور قبرهم يا رب ويجعلهم من الفردوس الأعلى. فيلا كله خير واكيد رمضان معاهم في حتة تانية احسن مننا 100 مرة. فيلا كله خير وكل سنة وانتم طيبين. احب اختم معاكم الفيديو بان اقول لكم ربنا يصلح حالكم ويرضيكم يا رب ويفرح قلوبكم ويجبركم. مش لاقي حاجة اقولها، لان بصراحة في ناس كتير قوي تستاهل حاجات حلوة زي دي. تعال نشرب القهوة ونعمل لقطة مع ابو مهيد العسل ده ربنا يبارك لنا فيه ويخليه لنا يا رب. يلا شوفوا الشوكة على خير، مع السلامة. عايزة اقول لكم اليوستفندي ده انا لسه مفرزات 3 كيلو ب10 جنيه. يلا بسرعة.